السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد اولا نقولوا فلوق جديد، حيت صراحه ما فيه حتى شي وصفه، ما فيه حتى شي حاجه عندها علاقه بالطبخ ولا بالمطبخ عامه. المهم البنات، هنا كنشارك معكم مشيت لمدينه تقلميم. من بعد ملي غادي تجي الوقت غادي نقول لكم علاش مشيت لمدينه تقلميم. المهم فيها واحد الشخص اللي عزيز علينا كاملين، يعني شخص اللي من العائله، الله يخلي ليها وليداتها، كنشكرها بزاف. فيما كنمشي لتقلميم كنمشي عندها اللي هي لوسي، كنشكرها بزاف. المهم هنايا صراحه كنا عندها في الدار، فطرنا من بعد خرجنا. المهم الغرض اللي جيت عليه ان شاء الله لهاد البلاصه، من بعد ملي يكمل وكل شيء ان شاء الله غادي تعرفوه وغادي نحتفلوا عليه ان شاء الله كاملين. المهم هنايا بعد ما فطرنا مشينا لواحد ستاسيون، المهم شربنا واحد القهوه، ومن بعد مشينا قضينا الغرض اللي جينا عليه. ودابا شدينا الطريق غادي لمدينه سيدي فني. صراحه ما بعيداش بزاف على قليميم، قريبه ومدينه اللي هي زوينه بصراحه. ماشي اول مره غادي نجي ليها، يعني تقريبا شي ثالث مره غادي نجي ليها. المهم هنايا غادي نخليكم حتى نوصل ان شاء الله، وغادي نوريكم المدينه وتدوزوا معايا النهار كيفاش دوزتو. ونتمنى يعجبكم الفلوق ديال اليوم. راني وعدتكم انني غادي نشارك معكم كل شيء، يعني اي بلاصه مشيت لها ان شاء الله نشاركها معكم، اي حاجه كنديرها نشاركها معكم. المهم هنايا الدخله ديال سيدي فني، هنايا كنا وصلنا الدخله ديال سيدي فني هادي. سيدي فني راه مدينه صغيره وفيها البحر، صراحه فيها الناس نقيين بزاف، مدينه نقيه وزوينه، الجو ديالها زوين، واخا صراحه فيها الريح كتشبه شويه التصويره في الجو ديالها. المهم هنا دخلنا مع المدينه، كنوريكم كنشارك معكم كيفاش دايرين الاجواء هنايا اون فاس ديال البحر. هنا كاينين دي كومبينغ في هذه البلاصه بالضبط، كاينين دي كومبينغ لتحت. هنا جلسنا عاوتاني في واحد القهوه اون فاس مع داك المنظر، الصراحه المنظر كان زوين بزاف. هنايا شدينا شي حاجه نشربوها. هنا كنوريكم المنظر من الفوق، صراحه زوين بزاف، واخا كاين الريح وكاين البرد ولكن جو زوين وحتى البلايصه زوينه. المهم هنا كنوريكم كيف ما قلت لكم المنظر من الفوق، وان شاء الله غادي نهبط وغادي نوريكم البحر عن قرب. المهم نخليكم مع الفيديو، دوزوا معايا دوك اللحظات اللي دوزت. اي واحد يعني كيبغي يرتاح ولا شي حاجه كيكون احسن بلاصه يمشي ليها هي شي حاجه اللي قريبه للبحر. المهم كما قلت لكم نخليكم معنا فيديو، ما سخيتش نبقى نهضر معاكم، نخليكم تشوفوا المناظر كي دايرين، تكتشفوا معنا مدينه سيدي فني. يلا نخليكم مع الفيديو، واحد شويه نرجع معكم. يا ليلى وصلت على نبي، جلال
بعد ما تسالينا هنا جينا باش نتغداو. بالنسبه للغدا جينا للمرسى، واحد البلاصه معروفه في سيدي فني، خدينا فيها واحد الحوته مشويه وطويجين، وخدينا الفريتور. الصراحه كان الحوت زوين وجديد وطري، والثمن كان جد جد مناسب. صراحه عمرني ما شفت الحوت بهذاك الثمن، يعني ثمن اللي هو مناسب بزاف وبسيط، يعني باش تاكلي الحوت وان بليس هو حوت زوين وجديد. بعد ما تغدينا الله ينفعنا، جينا هنا اون فاس ديال ديك البلاصه اللي تغدينا فيها، تلاقيت هاد لي زارتيكل اللي زوينين بزاف. صراحه عنده ما يتشاف وعنده ما يتشرى، عنده جاوي، عنده هاد العقيق في الانواع والاشكال، يعني احجام صغار وكبار. عنده دي زارتيكل اللي زوينين عجبوني صراحه، وقلت نصور اي وحده جات لسيدي فني وبغات دي واحد سوفونير ولا شي حاجه نجي لهاد البلاصه. صراحه والله العظيم يا داكشي عنده زوين. عنده دي زارتيكل ديال النقره، عنده داكشي العقيقه. هو السيد صورته لكم، راه هذيك البلاصه اللي انا عدت لكم دابا هنا فين كلينا بالضبط الحوت. البلاصه راه معروفه في شارع الحريه، معروفه هي البلاصه اللي فيها الحوت والناس كياكلوا. تما خاص غير بالحوت، فيها القهوه غير الحوت. كنصحكم بالقهوه الاولى، يعني ندخلوا القهوه الاولى عند من كدينا، راه زوينه ما كلتهم. وحتى هذا السيد راه عنده كل شيء. انا كنصور لكم سيدي فني، هي راه مدينه صغيره، يعني تقدروا تساروها غير على رجليكم. احنا حطينا طوموبيل في واحد البلاصه صراحه ودرنا كل شيء على رجلينا، كتمشيو على رجلينا. عجبتني هاد اي لاف سيدي فني، زوينه بزاف. المهم انايا كندورو في دوك الزناقي والدنيا خاويه، زعما بحال خاويه ما ساكن فيها حتى شي واحد. هنايا كندوركم مدينه اللي نقيه والناس ديالها نقيين، يعني فيها الامان وفيها، انا عجبتني ما نكذبش عليكم، كتعجبني ديجا كنت فيها. ومن بعد مهم خرجنا من مدينه سيدي فني، شفتناها بواحد المسافه اللي طويله، وجينا لهاد البلايصه. احنا صراحه بغينا غير نشوفوا المناظر المهم ندورو ونبدلو الجو. غير ملي كتخرجي ولو تكون غير بلاصه اللي عاديه ولا بسيطه ما تكلفك والو، يعني تشوفي شي حاجه مختلفه ومناظر مختلفين، يعني ديجا كتبدل شي حاجه في الداخل ديالك ملي كتشوفي الطبيعه. انا كتعجبني الطبيعه، كتعجبني البلاد، كل شيء اي بلاصه عندها علاقه بالطبيعه كتعجبني. ملي جينا نخرجوا من داك الدوار اللي مشينا نشوفوه، هنا تلاقينا واحد العوينه في الدخله ديال داك الدوار كاتبين خاص بالشفاء. صراحه المكان مالح بزاف، يعني ما تقدوش تشربوه مالح وثقيل، ولكن صراحه شربناه وعادي، زعما ما فيه حتى شي مشكل. انا عمرت واحد القرعه وديتها معايا. جينا لواحد بلاصه اخرى اللي حتى هي المهم قريبه لهذوك النواحي، في هذا البراج. المهم بغيت غير نصور لكم فلوق تكتشفوا معايا وتحسوا بحال اللي كنتو معايا، وما كرهتش كلكم تمشيو بحال هاد البلايص. راه والله العظيم كما قلت لكم راه النفسيه ديالك كتبدل، بحال الا ما بحال اللي انتي الداخل ديال كامل تبدل، يعني كتحسي بواحد كتحسي بحال اللي تولدتي من جديد. ما كنهضرش لكم على، يعني ما كنهضرش لكم على انكم تمشيو بشرط انني نخسر الفلوس ونخرج ومهم، لا، الانسان بشي حاجه بسيطه، يعني غير يشوف غير الطبيعه. كاين شي بلايص هنا غير في اكادير، برا ديال اكادير شي شويه من الطريق ديال لوتوروت وداكشي، شي نهار غنصور معكم ان شاء الله وتتبدلي فيهم الجو. ممكن غير هو الا شميتيه، يعني راكي ديجا درتي شي حاجه، يعني الانسان ما يبقاش غير الدار 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 الدار، كيحس بواحد الملل وبواحد القنط. الانسان يمشي مع عائلته مع وليداته، ما فيها حتى حاجه انه يبدل الجو، وحتى نتيا كتبدل النفسيه ديالك وكتجيب نفسيه جديده. راكو عارفين الانسان فاش كيكون خدام ولا حتى الله يحسن العوان حتى اللي كيكون في الدار، يعني كيقناط ومن كيحس بواحد القنط. عارفه راسي كثرت عليكم في الهضره. المهم هنايا النهار الثاني فطرنا فيه، من بعد مشيت تغديت انا ولوستي ووليداتها، مشينا لواحد السناك اللي فوق الميم صراحه معروف وماكلتهم زوينه بزاف.
مهم جينا انا وليداتها هنا ويوسف وهبه، كنقول لها شكرا بزاف على العراضه، وان شاء الله ما غاديش تكون اخر مره غادي نزور ديك المدينه وغادي نزورها ان شاء الله. كنقول لها شكرا بزاف، وكنقول لكم شكرا على التتبع ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.